لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تشييع جنازة الفنانة السورية سمر عبد العزيز وسط حضور مهيب من الوسط الفني وأسرتها وانهيار زوجها وقت الجنازة. وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز، فما السبب وأبرز التفاصيل عن وفاتها؟ نقدم تفاصيل سبب وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز، حيث ودع الوسط الفني السوري والعربي اليوم واحدة من أبرز نجماته برحيل الفنانة القديرة سمر عبد العزيز، التي انتقلت إلى جوار ربها عن عمر أنهاز 52 عاما. وقد عم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية، حيث عبر الفنانون والجمهور عن بالغ أسفهم لفقدان قامة فنية أثرت الدراما السورية بأعمال مميزة وجسدت أدوار خالدة لا تنسى. الفنانة سمر عبد العزيز في خبر محزن أثار مشاعر الحزن والأسف في الوسط الفني العربي. أعلنت نقابة الفنانين في سوريا عن وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز عن عمر أنهاز 52 عاما بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان والتهاب الكبد، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة دخل المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية خلال الأيام الماضية. كانت الراحلة قد خضعت معركة شاقة مع السرطان، حيث خضعت لسلسلة من الجلسات العلاجية المكثفة، وتم الإعلان في وقت سابق عن تعافيها التام، الأمر الذي بعث الأمل في قلوب محبيها، إلى أن هذا الأمل لم يدم طويلا، حيث أدى ضعف جهاز المناعة لديها إلى إصابتها لاحقا بالتهاب الكبد، مما فاقم من وضعها الصحي وأدى إلى وفاتها. وقد نعت نقابة الفنانين الراحلة بكلمات مؤثرة، مشيرا إلى أن مراسم التشييع تظلم الملايين والحزن يخيم على الملايين في تفاصيل العزاء. وجاء في النعي تأكيدا على الدور الكبير الذي لعبته سمر عبد العزيز في أسراء الساحة الفنية السورية من خلال أعمالها التي لمست قلوب الجمهور وتركت بصمة لا تنسى في الدراما المحلية. وسبب وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز، الفنانة راحلة كانت قد خضعت معركة قاسية وطويلة مع المرض السرطان، حيث خضعت لعدة جلسات علاجية مكثفة استمرت لفترة طويلة، وعلى الرغم من إعلان شفائها الكامل في وقت سابق إلا أن المضاعفات لم تنتهي عند هذا الحد، فقد أدى ضعف جهاز المناعة الناتج عن العلاجات إلى إصابتها بالتهاب الكبد، وهو ما تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة، لتعلن وفاتها داخل أحد المستشفيات السورية. هذا التسلسل الصحي المؤلم يعكس قسوة المرض وصعوبة التعافي منه بشكل كامل، خاصة حين يضعف الجسد وتنهار مقاومته لتكون النهاية محزنة رغم كل ما بذل من جهود طبية وأمل ومن المحيطين بها. رحلت عن عالمنا الراحلة السورية سمر عبد العزيز، وجنازتها كانت صادمة على الملايين من كل محبيها. إنا لله وإنا إليه راجعون.